بسم الله، من فضل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم بنات اللي متابعين، اللي طلبتوا من عندي طريقة فصال هذا الموديل. حبايب أنا منزلته سابقا، بس هسه خليت الموديل وياه على مود تفتهمون الفصال. هذه الخطوات الصحيحة، اتبعوا القياسات والخطوات. حبايب هذا بعد ما كملته وخيطته هذه النتيجة. هذا اللاستيك بالكتف يصير الرد الرياضي ودار مدار الصدر. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم بنات. هذا موديل فصال رياضي حبايب. موديل السحبة تصير هنا بمنطقة الصدر السحبة وبالردن بالكتف. الموديل هذا السحبة بالردن وبالكتف، يا اما تخلونه بداخله لاستيك او قيطان سحب او لاستيك او هذا اللاستيك الماكوك السراوات، اختياري. بالنسبة للقياسات هنا عندنا فصال رياضي حبايب. كل الفصال الرياضي هذا الردن على ما شلون نفصلها كل مرة. هذا الفصال العادي الرياضي الجهتين. شنو هنا نطي لازما زيادة منطقة الصدر، نطي زيادة نحسب حساب الخرطة، ونطي زيادة هنا للكتف مال الردن. هذا الكتف هم نطي زيادة نحسب حساب الخرطة. هنا مثلا عندك كالمعتاد شلون تفصلين 8 سنتي تطيها بعد زيادة 8 تصير 16 حسب القياس اللي عندك. هنا تخليها 10 سنتي هم تطيها زيادة فد 10 سنتي وتحسبين حساب الخرطة. يصير عندك هسه هنا عندنا شبر هذا أو فتر مفتوح 17. نطبقهن بالبداية اثنيناتهن الأمام والخلف نفس الطبقة. نحفر نفس الحفرة مال الردن. بعدين لازم شنو ننزل هذه جهة الأمام، فما نخليها نفس قياس الخلف. لازم نقلل من عندها حبايب 4 أصابع قللت من عندها حتى تصير نازلة والظهر يصير صاعد الخلف. يعني ما أريد الدلعة الاثنين نفس القياس. نزلت بهالحال من أشيل أني ما أعتبر هذا الظهر حبايب. من أجي أطبقه أشيل أريد زيادة. لاحظوا شقد قلت المسافة، يعني ما أخليه نفس العرض، لازم أشيل. شقد قصيت أرجعه نفس القياس بالبداية. هذا القياس أرجعه نفسه. هنا من قصيت الأمام لازم شنو أرجع القياس نفسه. كان القياس عندي 17 سنتيم أرجعه 17 لأن راح تكبر. من هنا تصير عندي زيادة بالحفرة أشيلها. شقد عندي الزيادة؟ مثلا قياسك 17 سنتيم شيل الزيادة بس بخط مائل. هنا قوسته هذا الخط المائل. تقدرون تخلوه تبقوه عدل، بس هو أفضل هالشكل بالنسبة للمبتدئين. أفضل شنو حتى ما تصير هنا يعني مبوط القماش ومقبقب، فراح يعطيك نتيجة أضبط. القياسات من هنا لهنا حبايب، هاي القياسات عن القياسات المعتادة المطلوبة من عندكم. مثلا هسه أنا هذا عندي قياس شبر ونص 30 سنتيم مطلة زيادة تركه مجال الخياط. هذه من هنا ولهنا الحفرة 27 سنتيم، هذه بالقياس 27 سنتيم تركه مجال هذا الإصبع هذا مال اللاستيك أو القيطان هالشكل تبقون المجال حبايب. إذا بس تغلفوا زنجاف أو قيراج ما يحتاج تبقون زيادة. الطول طبعا القميص حسب الطول المطلوب من عندكم. هنا هذه تقويسة بصيرة، هاي مالت خصر تخصيرة بسيطة حبايب، وأطلع به إلى نهاية الذيال عدل على البرة. هسه نرجع للردن حبايب. الردن هم من الفصال الرياضي المعتاد المطلوب من عندكم كل مرة. شلون تشتغلوا هذا الخط العدل المثلث؟ هنا تعتمدون نزال الكتف لأن عندنا خرطة. احنا نزال الكتف بالمعتاد 10 سنتيم أو الدلعة زيادة 12 سنتيم. المهم تطون هم زيادة تحسبون حبايب. هذه الحفرة ما لكم علاقة بها، بالبداية تقصوها اعتمدوا على هذه بالبداية، يعني مطبوق الجهتين سوية. هذا النزال منه فتر تقريبا فتر 17 سنتيم مفتوح شكل حبايب 17 سنتيم. وهذا الحفرة مال الردن هنا منا ولهنا راح نجي نحفرهن سوية. هذه الحفرة نعتمد على هذه حفرة الأمام. الظهر بعدين نشيل من عنده على هاي المسافة منا ولهنا تقريبا 25 سنتيم. هذا منا ولهنا ننزل 25 سنتيم حسب القياسات حبايب. بعدين راح أجي أقلل من الظهر. ليش الظهر؟ لأن عندنا إحنا الخلف صاعد، ما يصير نخلي الطبقتين سوية. لازم نشيل هاي شلت تقريبا 3 سنتيم منا ولهنا شلت من الخلف. هذا الردن مال الظهر، هذا الردن للظهر تصير للخلف لازم نشيل من عندها لأن إحنا عندنا حفرة الظهر صاعدة مال الخلف. نشيل 3 سنتيم.
من نجي نقيس هذه المسافة مال الردن راح تطلع عندنا تقريبا 27 سنتيم. هذه المسافة مال الردن الخلف تكون مطابقة لهذه المسافة مال الردن مال الخلف، طابقوها تكون نفس الحفرة نفس القياس حبايب. نجي هنا هذه المسافة مال الردن، لاحظوا هاي التقويسة لأن عندنا موديل خرطة على مود ما يقبقب، هذه حتى يلم من هاي المنطقة بس تعطينا هذه من هنا تصير الخرطة. هذه من هنا ولهنا تقريبا 25 سنتيم، تكون تساوي قياس هذه من هنا ولهنا 25 سنتيم. يعني هذه حفرة الأمام الطابق تكون هاي حفرة الأمام، هذه حفرة الخلف تكون الطابق هذه حفرة الخلف حبايب. بالنسبة للعرض مال الردن طبعا حسب الزبونة، هنا عندي 25 سنتيم يطلع عرض الردن. طول الردن تقريبا 70 سنتيم أو حسب الطول المطلوب من عندكم. هنا أنا هذا الموديل راح أشتغله هنا هذه بزمة بالردن، انتو اختيار. المعصم 20 سنتيم. هذا حبايب بالنسبة للفصال اللي خرطة بالمنطقة الصدر. المتابعين اللي هذا الشرح سريع حبايب لأن الموبايل ما أقدر أحمله هواي. لاحظوا حبايب من أجي أخلي حفرة الظهر أطابقها يكون نفس القياس. هذه حفرة الظهر مال الردن ومال البدن. نجي نرجع هذه حفرة الأمام، لاحظوا حفرة الأمام هم نرجعها نطابق الحفرة على مود تعطينا القياسات المضبوطة. لاحظوا حبايب هذه حفرة الأمام طابقتها نفس الحفرة، وهذه حفرة الظهر. لاحظوا حفرة الظهر هذه هم نفس القياس، بعد ما نخيطها راح تعطيني نفس القياس لأن أنا متأكدة من قياساتي ولله الحمد. هاي هالشكل حبايب بعد ما تتخيط هذا الظهر وهذه الأمام. راح نجي هذه تنسحب، الظهر هم راح ينسحب، الأمام هم راح ينسحب، راح تعطيني هذه النتيجة. هذه السحبة هذه ما خليتها دلعة، تقدرون تخلوها نفس القياس الأمام والخلف بس راح تصير عندكم دلعة الظهر هالشكل. اللي حابين الظهر هم دلعة يخلوه نفس القياس، إذا حابين الظهر دلعة هالشكل راح تصير هاي السحبة. لاحظوا حبايب هنا بكيفكم تردون لاستيك بالداخل، تردون قيطان، تردون هذا الماكوك السراوات اللاستيك الماكوك اختيار. هذا الردن موديل البزمة حبايب، فراح يعطيكم هذه النتيجة هالشكل. هاي السحبة هاي الردن. هذا بالنسبة للقميص. نرجع للبجامة. بالبداية نطلع قياس البجامة تقريبا حسب الطول المطلوب من عندكم. هسه أنا طلعت 100 سنتيم، تركت 3 سنتيم للاستيك. من البداية قصيت يعني قياس البجامة وخليت الباقي اشتغلته للقميص أو الودي. نرجع حبايب هذه هسه عندنا البجامة الطول تقريبا منه حسب الطول المطلوب 100 سنتيم. عندنا هنا نزال هذه الحفرة مال السرج حبايب. بالبداية تقدرون تطبقون هذين الطبقات. لاحظوا هسه أنا ما طبقتهن سوا، أنا سحبت القماش سحبته رجعته تقريبا 4 سنتيم أو 3 سنتيم وفصلت السرج. قصيت يعني هذا الأمام واحد والخلف واحد، اعطيت زيادة للخلف، لازم هذه الزيادة تعطوها للخلف فد 10 سنتيم أو 4 أصابع حبايب. ليش؟ لأن عندنا هنا حفرة الخلف السرج يصير أعمق من الحفرة مال الأمام حتى البجامة تصير راهية ومريحة باللبس. نفس شناطير السوتات كله يشتغل على هذه الطريقة. تقدرون تطبقون الأربع طبقات سوية، تفصلون نفس الفصال السرج بالنسبة للمبتدئين اللي عندهم صعوبة. بعدين تشيلون هذه تشيلون 3 سنتيم بس من منطقة الأمام بس أنا سحبت لأن شنو أريد زيادة عرض للبجامة حسب طلب الزبونة، راهية تريدها عريضة. عندنا هنا السرج حبايب، نزال السرج من هنا لهنا شقد أنزل 30 سنتيم شبر ونص، من دون شنو أترك 5 سنتيم المن للاستيك. هذه 5 سنتيم يعني هسه من أجل هذه حبايب 35 سنتيم 35 سنتيم نزال السرج. من هنا ولهنا طلعت تقريبا 10 سنتيم بس الخلف حبايب. هذه
بس الخلف على مود تصير راهية هسه البجامة. نرجع هنا العرض منا، هذا العرض مال البجامة منا ولهنا. شقد هسه أنا هنا عندي هاي الأمام 1.5 شبر 30 سنتيم، الظهر لا أكثر 1 شبر وفتر. هذا الظهر، هاي مرجع أنا 3 سنتيم للخلف. هذا البجامة هنا منطقة السرج، هذه الأمام الجهة الأمامية لازم تشيلون من عندها 3 سنتيم، تقللون يعني هذا طول السرج الأمام تقللون حتى تصير الخلف صاعدة والأمام هاي تصير على منطقة السرة. لازم هاي الخطوة حبايب كلش مهمة. هنا هذا العرض مال البجامة من هنا ولهنا، هذا منطقة الأرداف حسب طلب الزبون. هنا عند الزبونة حابة الموديل بعرض عريض حبايب، يعني يطلع عندكم تقريبا شبر وفتر. تقدرون انتو حسب الفصل المطلوب من عندكم. هسه انا عندي هنا 30 سنتيم من دون هذا الزيادة، هاي من هنا ولهنا 1.5 شبر 30 سنتيم. الطول قلت لكم حسب الطول المطلوب من عندكم، هذا 100 سنتيم. مطية زيادة أنا للاستيك 5 سنتيم. هذا موديل البجامة حبايب. إن شاء الله واضح الشرح، وإن شاء الله استفادتوا من الشرح، ومن الله التوفيق للجميع. مع ألف سلامة، بأمان الله. هذا موديل سوت.